المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها فخامة الرئيس يجري مقابلة مع وسائل الإعلام المحلية حول الأوضاع المحلية. زوار فنقل يؤكدون عظمة المناسبة. دورة تدريبية لرعاية المعاقين في حقات. مقتل 10 مسلحين و7 عسكريين بين قتيل وجريح في اشتباك بسيناء. استراليا وإندونيسيا تبحثان لتكونا شريكتين في تنمية المحيط الهادي. وإيران تفشل في وضع قمر اصطناعي في المدار. أهلا بكم مشاهدينا. أجرى فخامة رئيس السياسة أفورقي يوم أمس 9 فبراير الجزء الثاني من مقابلته مع وسائل الإعلام المحلية، والذي تركز حول الأوضاع المحلية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي بصوت الزميل أحمد قاسم أحمد. قدم الرئيس سياس أفورقي توضيحا مسهبا في الجزء الثاني من المقابلة التي أجراها مع وسائل الإعلام المحلية يوم أمس 9 فبراير، والتي ركزت في الأوضاع المحلية. وتطرق الرئيس سياس أفورقي في المقابلة التي بثت عبر إذاعة صوت الجماهير الإريترية والفضائية الإريترية لأوضاع الرواتب والمساكن والاستثمار وغيرها من القضايا الآنية. وحول تحسين رواتب عمال الحكومة قال إن عمال الحكومة يعيشون منذ التحرير برواتب رمزية مقارنة مع أسعار المواد الاستهلاكية، ولأنه لا يجب الاستمرار بهذا الوضع فإن التحسين يجري في الرواتب على مراحل مع تغير العملة الوطنية. وأفاد فخامته بأنه وحتى يتخذ نظام الرواتب بشكله الأخير بدأت عملية دفع الرواتب بأقل مستوى، أي من 1800 وحتى 4000 على 5 مراحل للموظفين المدنيين والجيش، وهذا أيضا شهد في تنفيذه الأولي بعد جوانب القصور، وسيتم التحسين الذين لم تحسن رواتبهم. وأوضح عن دفع متأخرات التحسين للذين لم تحسن رواتبهم بأثر رجعي منذ عام 2018. وأشار فخامته إلى إجراء دراسات معمقة بخصوص اتخاذ الشكل النهائي للنظام النهائي للرواتب بالوضع في الاعتبار الرتب والتجارب العملية وغيرها من الأمور، وسيتم تنفيذه آخذين في الاعتبار أوضاع الإنتاجية والتطور الاقتصادي. وفيما يتعلق بمشكلة بيوت السكن، أوضح الرئيس سياس أفورقي أن المساكن تسير بالتكامل مع المواد الأساسية الأخرى، وقد أجريت التجارب لحلها بالقدرات المحلية والشركات الخارجية. وأشار إلى البرامج التي وضعت لإبناء ونشر المساكن في مختلف المدن، وكذلك وجود دراسة لمعرفة برامج البدء في أعمال البناء التي لم تكتمل. وأضاف فخامة الرئيس سياس أفورقي قائلا: علينا تهيئة كوادر ذو مقدرات عالية تتمتع بالكفاءة المهنية وتوفير شبكات البنى التحتية والطاقة والمياه من أجل خلق بيئة صلبة للاستثمار، وكذلك التعرف على الإيجابيات فيما يتعلق بالصناعات لإتاحة فرص الاستثمار لكل المواطنين وكذلك الأجانب. وأوضح بأن تجديد مينائي مصوع وعصب والشروع في تطوير صناعة الثروة البحرية وبناء طرق تربط فيما بين الشواطئ البحرية وتوسيع طريق عصب دبي سيما إثيوبيا ومصوع نفاسيت دقمحري سرحة زلمبسا وأسمر مندفر كساد عقا وأسمر منصورة أغردات أم حجر السودان، وزيادة الطاقة في عصب بنسبة 30 ميجاوات و20 ميجاوات في مصوع و10 ميجاوات في أسمرة، إضافة إلى توفير مولدات الطاقة الكهربائية، وكذلك إنشاء بنى تحتية لمياه الشرب الصالحة وغيرها من المشاريع التنموية. أوضح بأن كل هذه البرامج ستنفذ ابتداء من منتصف العام 2020 وحتى العام 2021 بالقدرات المحلية والتعاون الإقليمي، ولتفعيل ذلك يتطلب توفير القدرات البشرية والمواد الخام والآليات الثقيلة وتأمين القدرات العملية.
قال زوار الاحتفال بالذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية أن العملية بشرت بشعاع الاستغلال ومهدت أرضية صلبة لرقي وتطور الشعب الإريتري بإفشاله لكافة العدائيات وحماية السيادة الوطنية والاستقلال. وأوضح الزوار القادمون من الداخل والخارج أن الاحتفال بالذكرى عملية فنقل التاريخية من حين لآخر هو مناسبة لتجديد العهد وتقوية الروح الوطنية للاعتماد على الذات من جهة، ومن جهة أخرى ترسخ مسيرة الشعب الإريتري التاريخي على مر الأجيال المتعاقبة، معبرين عن شعورهم بالفخر والاعتزاز بنتاج الاستقلال وليد عملية فنقل التاريخية. وشهدت الذكرى 30 لعملية فنقل التاريخية زوار من كافة المناطق الإريترية والخارج، إضافة إلى كافة الفئات العمرية، مما يدل على تحضر الشعب الإريتري وتقديره لشهدائه الأبرار. وذكروا بأن المواطنين عاشوا أسبوعا ممتعا استطاعوا من خلاله تمتين وحدتهم، وقالوا: نعيش مرحلة السلام التي يبرز من خلالها تطورنا وازدهارنا، لذلك يتطلب العمل بقوة لإنجاح التطور والتقدم. وأكدوا جاهزيتهم للعمل بجهد تنفيذا للأمانة التي حملتنا إياها عملية فنقل التاريخية، مما ينبغي على كافة المواطنين وخاصة الجيل الشبابي تحمل المسؤولية وتوحيد صفه. يذكر بأن الاحتفال بالذكرى 30 عملية فنقل التاريخية والذي تواصل في الفترة من 7 وحتى 9 من فبراير الجاري حافل ببرامج فنية وثقافية ورياضية. نظمت دورة تدريبية ل83 عضوا في برنامج التأهيل المجتمعي للمعاقين في القرى وشركائهم في مديرية حقات للمساعدة في رعاية المعاقين والمسنين. وقدمت المشرفة على الدورة التدريبية السيدة إلهام جمال، المشرفة على رعاية المعاقين والمسنين في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بإقليم عنسبة، توضيحا حول هيكل وتنظيم التأهيل المجتمعي في القرى، داعية عمال التأهيل في القرى للعمل مع مدراء الضواحي لتقديم الرعاية الجيدة للمعاقين والمسنين. وذكر المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخلا هيمانوت موسائيل ومسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم عنسبة السيد محمد جابر، ذكروا بأن أعضاء التأهيل المجتمعي يعملون منذ عام 2004 وأن الدورة التدريبية ترفع من قدراتهم. من جانبه أشاد مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية حقات السيد سلمون محاري بعمل أعضاء التأهيل المجتمعي لجهودهم في رعاية المعاقين، موضحا تقديم أكثر من 2,000,000 نقفة العام الماضي لإعالة أسر الشهداء و80,000 نقفة ل8 أسر ترعى الأيتام، وتأهيل 17 أسرة ترعى الأيتام الأطفال المعاقين بالماشية بمبلغ 170,000 نقفة، ودعم 8 طلاب معاقين ومدهم بالدواب، وتنظيم الدورات التدريب أو تنظم الدورات التدريبية المماثلة في مديريات إقليم عنسبة الأخرى. نظمت ابتداء من 29 من يناير المنصرم دورة تأهيلية تنويرية ل129 طالبا في إقليم القاشبركة، استمرت لفترة أسبوع واحد بهدف رفع وعي ومعرفة الطلاب النموذجيين القادمين من المدارس الثانوية في 11 مديرية بالإقليم. وكان الهدف من الدورة وفق التوضيح الذي قدمه مسؤول قسم المشاريع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بالإقليم الشاب دانييل أبرهام، معرفة الطلاب للجرائم البشعة التي تعرض لها الشعب الإريتري والبطولات الإعجازية التي شهدتها الساحة الإريترية، إبان الكفاح المسلح والاستشهاد الغالي المدفوع الثمن لنيل الحرية من أجل تعزيز إسهاماتهم ببناء إريتريا الحرة المزدهرة حسب مجالاتهم وبالتركيز على تعليمهم الأكاديمي. ودار الطلاب بعد اختتام الدورة مدينة أورداد لتفقد مقبرة جماعية ل370 مواطنا قتلوا في مذبحة إبادة ضمن جرائم العدو تعرف بسنبة صلام، وزاروا الأنشطة التنموية الجارية في سد كركبة وقدمت لهم توضيحات مفصلة حول الجهات المعنية. وفي الآراء التي قدمها الدارسون أوضحوا قلة معلوماتهم حول النضال التحرري في السابق والأنشطة التنموية الجارية في كافة ربوع البلاد، لكن الدورة لعبت دورا مهما في ارتفاع وعيهم وإكسابهم معلومات مفيدة، مؤكدين جاهزيتهم لنقل المعلومات المكتسبة والبرامج التنموية التي تفقدوها إلى أقرانهم. نظمت مسابقة تعليمية وفنية يومي 8 و9 من فبراير في مدرسة وارساي كالو بساوة لاستكشاف القدرات الكامنة لدى الطلاب ورفع كفاءتهم الأكاديمية. وقال مدير المدرسة الثانوية الأستاذ رؤسوم قبريوت أن المسابقة جزء من العملية التعليمية بهدف امتلاك الشباب الخبرة والقدرة والمهن والفنون وكافة أنواع المعرفة والتعرف على قدراتهم الداخلية وتنمية روح المنافسة.
وأوضح بأن ساوا هي مكان لتنمية القوى الجسدية ورفع الوعي ونقل الموروثات الثقافية والتاريخ وضمان المستقبل ومنهل للعلم والمعرفة، داعيا الطلاب للاستفادة الجيدة من الفرص المتاحة. وأشار مسؤول الثقافة والرياضة والصحة في المدرسة الأستاذ تشامي محاري أن المسابقة تضمنت الغناء والمسرح والرقصات الشعبية والقصص القصيرة والشعر، وقدمت في ختام المنافسة الجوائز للفائزين في مختلف المناشط. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي مشاهدينا، قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أن 10 مسلحين قتلوا وسقط 7 عسكريين بين قتيل وجريح في اشتباك بمحافظة شمال سيناء. وقال المتحدث أن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد 10 أفراد إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمه العناصر الإرهابية. وأضاف البيان مضيفا أن الهجوم استهدف بناء تحتية أمنية وأن من بين العسكريين الذين سقطوا ضابطان. وكان الجيش المصري قد أطلق عملية عسكرية واسعة ضد الإرهاب في فبراير 2018 في المنطقة نفسها، حيث ينشط الفرع المحلي من تنظيم الدولة الإسلامية. قال الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو للبرلمان الاسترالي أنه يريد العمل مع أستراليا التي تمثل قوة تقليدية في المحيط الهادي لتعزيز النفوذ في المنطقة في مواجهة تصعيد الصين لجهودها للقيام بنفس الشيء. ويمثل التوافق مع أستراليا وليس مع جارتها الآسيوية العملاقة خطوة كبيرة لأندونيسيا التي تعد ثاني أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، وتحاول تقديم مساعدات وبناء تحالفات مع الدول الأصغر في المحيط الهادي. وقالت أندونيسيا العام الماضي أنها ستقيم علاقات دبلوماسية مع عدة جزر بالمحيط الهادي، وتسعى لإبرام اتفاقيات تجارية مع فيجي وبابوا غينيا الجديدة، وإنشاء صندوق لتقديم مساعدات التنمية أو معونات للإغاثة من الكوارث للدول الأصغر. وقال ويدودو أن إندونيسيا تريد القيام بدور أكبر بعد أن أصبح المحيط الهادي نقطة تركيز الدبلوماسية والمعونات والاستثمارات العسكرية من قبل الدول الغربية التي تحاول مجابهة الصين. نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الدفاع أحمد حسيني قوله أن إيران أطلقت بنجاح قمرا اصطناعيا في الفضاء إلا أنه لم يصل إلى مداره. وأضاف حسيني من وحدة الفضاء في وزارة الدفاع أن الصاروخ أطلق بنجاح القمر الاصطناعي ظفر في الفضاء إلا أنه لم يبلغ السرعة المطلوبة لوضع القمر الاصطناعي في المدار. وأكد حسيني أن الجمهورية الإسلامية حققت جميع أهدافها من العملية وأنها حصلت على معطيات إضافية، مضيفا في مستقبل قريب ومع تحليل المعطيات سننجز المراحل التالية. وجاءت عملية إطلاق الظفر بعدما وصفتها واشنطن بأنها استفزاز وفي ظرف من التوتر المتعاظم بين طهران وواشنطن منذ إسحاب الولايات المتحدة الأحادي في مايو 2018 من الاتفاق النووي الدولي مع إيران وإعادة فرضها عقوبات مشددة على طهران. حصد الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت جائزة أوسكار الرئيسية لأفضل فيلم في هوليوود في إطار جوائز الأوسكار 2020، ليدخل بذلك تاريخ السينما كأول فيلم غير منجز باللغة الإنجليزية يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم. وحصد باراسايت أيضا جائزتي أفضل فيلم دولي وأفضل سيناريو أصلي. أما فيلم 1917 والذي كان الأوفر حظا للفوز ويتناول الحرب العالمية الثانية بطريقة شخصية وابتكارية، فقد اكتفى بجوائز أفضل تصوير وأفضل مؤثرات خاصة ومكساج الصوت. ونال يواكيم فينيكس جائزة أفضل ممثل عن تأديته دور الشرير في جوكر، والذي خاض الأمسية مع أكبر عدد من الترشيحات. وتوجت رينيه زيلو عودتها اللافتة إلى السينما بفوزها بجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن جودي. وفاز براد بيت بأوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن فيلم وانس
Upon a Time in Hollywood. وفاز فيلم أمريكان فاكتوري وهو أول عمل تنتجه شركة باراك وميشيل أوباما للإنتاج بجائزة أفضل وثائقي. ونالت لورا ديرن جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي عن ماريج ستوري. وفاز إلتون جون بجائزة أفضل أغنية أصلية عن روكيت مان والذي يتناول حياته. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.